ما بقعد اسرح مع نفسي كده او بشوف حد بيسالني السؤال ده اللي هو انت ازاي عمرك ما سافرت ايطاليا، معلش انا في ايرور. والله انا مش عايزه اقول لك ان انا احيانا بحس بالعجز لان انا لسه ما حققتش الحته دي بالذات، مش عايزه اعيط. بس هو اصلا انا هكون صريحه معاكم، هو انا مش عارفه احقق حلمي. حاولت كتير والله، بس انا احقق احلام تانية كتير واجي عند نفس الحلم ده وبقف. لك ان تتخيل ان ده واو رد فعل اي حد اول مره يعرف ان انا عمري ما سافرت ايطاليا ولا حتى شفتها من بعيد. شفت الخيبه؟ انت بتكذب ليه يا عم انت؟ بيكذب. ده بيكذب؟ انت هتقول هي بتشتغلنا ولا ايه؟ امال ايه بقى الفيديوهات والبوستات اللي قرفانه بيها وايش تعالوا شوفوا اخر انجاز حققته وايش فاضل لي تكه ابقى وصلت ل1000 شخص درست له ايطالي بالكورسات بتاعتي. ومش بس طلاب جامعه، دول دكاتره ومهندسين وصيادله وظباط ومحاسبين وحتى مترجمين من لغات تانية. وعايزه تفهمينا بعد كل الهلومه دي ان انت عمرك ما سافرتي ايطاليا؟ فعلا؟ شكلها كده ريت شويه عندها وحابه تثير الجدل شويه. خلاص؟ خلصتوا؟ بص انا هكون صريحه معاكم، هو انا مش عارفه احقق حلمي. حاولت كتير والله، بس انا فعلا مش عارفه احقق حلمي. من 7 سنين من ساعه ما درست ايطالي والحلم ده قدام عينيا ما بيفارقنيش. ذاكرت وتعبت واجتهدت وسهرت ليالي وحققت احلام كتير جدا، بس باجي عند الحلم بتاع السفر ايطاليا ده ما اعرفش ايه اللي بيحصل. باجي وبقف، احاول اقف على رجلي تاني وارجع احسن من الاول، احقق احلام تانية كتير واجي عند نفس الحلم ده وبقف. لو انت فاكر ان مشكلتي في صعوبه السفر للبلد نفسه فانت فاهمني غلط، لان انا اتحط قدامي منح كتير جدا لو كنت قدمت في اي واحده منهم انا متاكده ان انا كنت هتقبل. وده مش غرور يعني، بس انا فلوينت ايطاليان، يعني posso parlare l'italiano perfettamente senza problemi، بعرف اتكلم ايطالي كويس، وكمان حاصله على شهادات جامعيه، بطلع من الاوائل في الجامعه، معايا اكتر من حاجه بفضل الله تسهل ان انا اتقبل في منحه. بس مش دي الطريقه اللي انا كنت حابه اسافر بيها البلد دي بصراحه، لاني عارفه كويس ان سفري بمنحه هيقيدني هناك مش اقل من 2-3 سنين في تحضير الماستر او ايا كانت الدراسه اللي انا كنت هعملها هناك. وانا بصراحه في حاجات كتير جدا حابه ان انا اقدمها للبلد دي بلدي قبل ما افكر ان انا اسيبها واسافر اقعد سنين في بلد تانية. فانا حابه لما اسافر البلد دي اسافر بمجهودي بفلوسي، حابه ان انا اعمل الحاجه دي بنفسي. انا عايزه الفتره اللي هقعدها هناك تبقى براحتي، ما اتقيدش بيها، ما ادخلش البلد دي غير وانا قادره احقق حاجه هناك، زي ان انا مثلا ابقى سبيكر، زي ما بيجي لي انفيتيشنز لايفنتس كتير جوه مصر. حابه كمان ان انا ابقى انفلونسر في ايطاليا ذات نفسها. ما تقولوليش اضغطي وانت نايمه او انت طموحك كبير قوي. على فكره انا ما كنتش متخيله في يوم من الايام ان انا يبقى عندي شريحه جمهور او ان واحد بس يسيب اللي وراه واللي قدامه عشان بس يتفرج عليا او يتاثر بكلامي. فبجد والله الطموح ملوش حدود، عادي. انا نفسي بجد لما اسافر البلد دي اقدر اجمع ايفنت كبير اكتر من 400 شخص عربي درست لهم اللغه الايطاليه وهم عايشين في ايطاليا، ونعمل تبادل ثقافات رائع بيننا وما بين الشعب الايطالي. من الاخر مش عايزه ادخل البلد دي ارديحي كده، عايزه ادخل البلد دي اعمل حاجه خلي الاجانب يقولوا شوفوا المصريين مكسرين الدنيا ازاي. احنا كمصريين نشرف في اي حته، ومش كبر والله، بس احنا عارفين قيمه نفسنا كويس. كل ما بقعد اسرح مع نفسي كده او بشوف حد بيسالني السؤال ده اللي هو انت ازاي انستراكتور، انت ازاي عمرك ما سافرت ايطاليا، معلش انا في ايرور. والله انا مش عايزه اقول لك ان انا احيانا بحس بالعجز لان انا لسه ما حققتش الحته دي بالذات، مش عايزه اعيط. بس هو اقول لكم على حاجه، ما خلق الله في قلبك امنيه عبثا، يعني ربنا ما حطش الامنيه دي جوايا الا وهو مقدر لي ان انا احققها. اديني ربنا كرمني وبحقق احلام صغيره، وخلي بالك الاحلام الصغيره بتجيب احلام كبيره. واديني بدات بيك امتى اني اعلمك ازاي تعمل احسن استثمار في حياتك، انك تستثمر في نفسك، والاستثمار ده يعود عليك اضعاف مضاعفه في المستقبل. ناس بتسافر تشتغل هناك، في ناس بتعمل الشيفت كارير اصلا وتركز على اللغه بس، في ناس بتشتغل من البيت فريلانسنج عادي جدا باللغه دي، ومجالات تانية كتير انا اتكلمت فيها فيديوز قبل كده بحطها لكم في الديسكربشن. من كتر ما شغفي مديني طاقه وحماس ان انا اكمل عشان احقق حلمي، سبت الشغل في الشركات الانترناشنال رغم ان السالري بتاعه ممكن يبان مغري لناس كتير، وسبت قطاع الموظفين خالص وركزت على البيزنس بتاعي كايطاليان انستراكتور، وابتديت فعلا ان انا اوصل العلم بتاعي لمئات المتسجلين شهريا في الكورسز اللي انا بعملها. وفعلا لما ركزت على شغلي وخصصت وقتي بس ان انا اطور شغلي، قدرت ان انا كريت لك ماتيريال ما تخرش الميه وتساعدني فيها دكاتره ايطاليين.
بدأت بالماتيريال بتاعت A1، خدت مني 24 شهر تحضير، علشان انا اللي بعمل لك المنهج، انا مش بدرس لك من اي كتاب والسلام، انا ببقى عامله حساب كل معلومه هتتقال لك حرفيا تاثيرها العلمي والنفسي والاستجابه بتاعتك عليها، علشان ابقى ضامنه منين بيودي على فين. والحمد لله بعديها بفتره طورت من نفسي اكتر، وعملت منهج A2 المستوى الثالث والرابع وحقق نجاح باهر، ولسه اعلنت على المستوى الخامس والسادس من كام شهر، ودينا اهو بشتغل على نفسي وبتحدى اي صعب علشان اطور من نفسي والكارير بتاعي واكبر في مجالي لحد ما اقدر ان انا اروح ايطاليا بالطريقه اللي انا عايزاها. فما تستغربش بقى لما اقولك ان انا عمري ما شفت ايطاليا، لان باذن الله هشوفها كده كده. بس الاهم بقى لما ده يحصل، هشوفك من بعيد وانت بتسعى عشان تحقق حلمك، ولا قاعد محلك سر.